مرحبا حبايبي ومساء الخير لكل متابعيني وين ما تكونون. طبعا اليوم بناء على طلب الأصدقاء حبيت أقدم لكم فقرة صغيرة راح نسوي قهوة سوية. كل ما أنزل شي باليوتيوب أو أسوي شي هواية تجيني أسئلة شينا أنت ليش ما تحكين عربي. صح أني من أسوي شي وأنزل شي باليوتيوب أني أحكي كردي، بس شنو المكونات أني أنزلها بصندوق الوصف كلها أكتبها بالعربي، حتى تجيني أسئلة أي واحد يسألني عنده سؤال بالعربي أجاوبهم. فاليوم حبيت أقدم لكم فقرة صغيرة راح نسوي قهوة سوية بناء على طلبهم. أتمنى أن ينال رضاهم هاي المقطع. طبعا اليوم أنا راح أسوي نوعين من القهوة أخبطهم سوية، القهوة مال الفستق والقهوة البرازيلية. عادي إذا ما نسوي مال القهوة وحدها والبرازيلي وحدها، بس أني أكو ناس ما يعجبهم القهوة عادي يخبطون مال الفستق ويا البرازيلي. طبعا يطلع طعمها كلش طيب بالهذا بالقهوة. فاليوم راح أسويها اثنيناتهم. وطبعا القهوة هي حالاتها إذا نسويها بماي بارد، يعني طبعا هواية تجيني أسئلة شلون يطلع القهوة طيب وإذا نسويها ويطلع عليها الروة. هسه خلينا نشوف مع طريقة التحضير. أول شي أنا راح أنزل 3 فناجين بالدلة مال القهوة، ماي بارد طبعا لازم يكون. والقهوة البرازيلية كل فنجان ملعقة. هسه أنا راح أسوي 3 فناجين، راح أنزل 3 ملاعق قهوة البرازيلية، هيجي تكون الملعقة مليانة 2 3. طبعا المال الفستق هم راح أنزل 3 ملاعق، هيجي تكون مليانة. والسكر هم ما راح أخلي هواية، ما يعجبني يكون بها حلا هواية، ملعقة ملعقتين 3. وهيجي راح أخبطهم بالدلة وراح أخليها على النار. لازم هي على النار ما أخبطها، بس أخبطها زين. هسه حاليا راح أخلي الدلة على النار وأبد نهائيا ما أخبطها بالملعقة حتى يطلع عليها الرغوة. راح أرفع عنها الغطاء وأنتظر هيجي بس يفور وحتى أصبها بالفناجين. هو أحلى شيء الهيل المطحون لازم يكون موجود بالقهوة. هسه مثل ما تشوفون بس هيجي دا يطلع عليها الرغوة، بس هيجي بس يغلي أطفي النار وهاي هي، وراح أصبها بالفناجين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم سويت مال الفستق والبرازيلي سوا. عادي إذا تسوون مال الفستق وحدها والبرازيلي سوا يعني واحد. القهوة واحد من يسويها هو حسب الرغبة. يعني هسه أنا كل فنجان من أسويه الفنجان مرات يطلع صغير، أني أخلي كل فنجان ماي بارد وملعقة كوب قهوة. وإذا الفنجان شوية يكون أكبر راح نخلي ملعقة طعام، وحسب الرغبة الواحد يحبها. طبعا القهوة كل واحد وحسب رغبته. أكو منهم يسووها سادة أو يقدمون وياها شوكليت أو شوكولاتة، بس أني شخصيا أحبها أخلي شوية شكر مو هواية حتى يكون شوية طعم المرارة بها يكون أطيب. أتمنى الفيديو اليوم عجبكم. لا تنسون الضغط على سبسكرايب واللايك للفيديو حتى يصلكم كل ما هو جديد. تحياتي والسلام لكل متابعيني وين ما تكونون.